عفو ملكي على المشجعين السنغاليين. تذكرون طبعا قصة المغرب والسنغال الفترة الماضية، تكسير اللوحات من قبل الجمهور السنغالي وتعطيل المباراة والنزول واضرب ونزل. يا طبعا عفو ملكي مبارك طبعا من ملك المغرب بإعفاء المشجعين السنغاليين، وتم استقبالهم طبعا في مطار السنغال. عفو ملكي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على المشجعين السنغاليين المدانين عن مخالفات ارتكبوها في النهائي الشهير بين المنتخب المغربي ومنتخب السنغال كأس إفريقيا. هذا العفو يأتي كما جاء في بلاغ الديوان الملكي نظرا للعلاقة الأخوية التي تربط المغرب بالسنغال، وكذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ولاعتبارات إنسانية. فعفو ملكي يؤكد ويعكس القيم المغربية المبنية كابتن عبد الله على التسامح وعلى الكرم وعلى الرحمة. نعم. طيب طبعا هذه كانت الصورة الشهيرة يعني في مباراة السنغال وكذلك المغرب. هي وصمة عار للجمهور السنغالي بالأساس، وصمة عار انك تكسر اللوحات في ملعب مولاي عبد الله، وصمة عار وكبيرة في تاريخ السنغال. جت المباركة او الاعفاء يوسف اعتقد. العفو الملكي كابتن عبد الله، الصورة كما شاهدناها وشاهدها العالم لو في مكان ثاني ما يجي الاعفاء بالمناسبة يعني. فعلا، فكما قلنا هذا يعكس قيم المغربية.